السلام عليكم. النهارده هنعمل بقى اكله كده حلوه وسريعه والكل بيحبها. هنعمل مسقعه. انا عندي هنا بتنجان رومي وبطاطس، فلفل حامي وراس توم والطماطم وطبعا الزيت والحاجات دي. يلا ننضف خضارنا ونشوف هنعملها ازاي. انا هنا قشرت البطاطس وغسلتها وحطيتها في الميه، وهنا ضربت القوطه وصفيتها، وهنا البتنجان ده انا قطعته ورشيت عليه ملح وهسيبه لغايه ما ينزل ميته السوداء. بصوا بيبقى فيه ميه تحت كده السائل ده. بعد ما بيصفيه انت بتدلقيه وبتشطفي البتنجان منه وبتبتدي تقلي عادي. وطبعا الفلفل كمان غسلته، احنا بنحب الفلفل زياده في المسقعه. نبتدي بقى نروح نعمل التومه ونشوف هنعمل ايه. انا هنا حطيت التوم، شويه زيت، كتري الزيت لان برضو البتنجان بيشرب زيت اهو. نخش بقى بشويه خل. بسم الله. هبتدي احط عليه الطماطم، انا حاطه عليها ملح وفلفل اسود بس. اسيبهم بقى يتسبكوا مع بعض لغايه ما اقلي البطاطس والبتنجان والفلفل. انا عندي الصلصه اهي عندي الصلصه اتسبكت. هحط عليها بقى شويه ميه. بسم الله الرحمن الرحيم كده. طبعا هي عليها الملح والفلفل، ونظبط ملحها لو هي دلع شويه نسيبها تغلي. انا عندي البتنجان اهو على النار، هقلي كل حاجه وبعد ما تغلي اروح سقطها عليها. الصلصه اهيت غليت، وانا قليت البطاطس والبتنجان والفلفل. هسقطهم بقى فيها، بياخدوا لهم كده بتاع 5 دقايق على النار يغلوا، وبعدين اطفي عليهم النار. عايزه اقول الفلفل لما تيجي تقليه قبل ما تقليه لازم تشقيه بالطول عشان ما يفرقعش معاكي على النار. لازم تشقيه بالطول كده، تعمله فتحه لما تحطيه في النار ما يفرقعش. وبعدين انا هديها بس 5 دقايق على النار لان هي طبعا كل حاجه مستويه، بدوبك بس الصلصه تشرب مع بعضها. هي بتغلي هي على النار. بص جميله ازاي ولونها حلو، فيها البتنجان فيها الفلفل فيها البطاطس اهي. دقيقه كده واطفي عليها. انا والشفا. وادي معانا طبق المسقعه، جميل وريحته جميله جدا وبيفتح النفس صراحه. كل ما تبات كل ما بتبقى احلى ما بتبقى طازه. وهنا عندي بتنجان، اللي عايز ياكل بتنجان مقلي وبطاطس بس، واللي عايز ياكل مسقعه. وبالهنا والشفا، جربوها تعجبكم.